الو، مرحبا. أهلا. بحكي معك خالد كراجة من وكالة وطن. شو رسالتكم من هذا الاعتصام يعني، وليش اختيار هذا المكان تحديدا؟ الرسالة إنه 36 يوم الأسرى يقوموا بكل ما عليهم وسطروا صمود أسطوري ما فيش شيء مثيل له. مه. وإحنا في الخارج. لا، المحامين ممنوعين يزوروا، ما حدش عارف يعمل لهم إشي. مه. الصليب الأحمر زياراته مش منتظمة. القانون الدولي مش منفذ بخصوص علاج هدول حاطين لهم شو اسمه مستشفيات ميدانية حتى بنقلهم مش على المستشفيات. مه. المضرب في قانون بيحميه إلا عند هذه الدول المجرمة. ما فيش قانون بيحميه وما حدش عارف يفرض عليهم شيء. مه. يعني لا يعني مطلوب منا كلنا المستوى الرسمي مطلوب منه انه يضغط، يقول انه ما بيجوز التعامل معهم بهذه الطريقه. شو احنا شايفينهم بيستفردوا فيهم وبيرتكبوا جرائم بحقهم وما فيش صوت عالي طالع. مه. مه. يعني هي رسالة للمستوى الرسمي بأنه تحركوا، دقت ساعة الخطر. نعم. نعم. وبالنسبة يعني هل هي رسالة للفعاليات الشعبية ودعوة للناس للمشاركة نعم بشكل نعم أوسع؟ نعم، دعوة للناس انه علينا ان احنا نتعامل مع هذا الموضوع بمسؤولية عالية. حياتهم في خطر. احنا مستنيين لما نصيروا يطلعوا لنا شهداء وبعدها نصير نروح ندور على حماية الباقي فيهم. يعني في عدم رضا عن الحراك الشعبي في الشارع. يعني شوف، شعبيا في حراك، ما بيجوز لنا ننكر انه احنا شعبيا لا في حراك وفي ناس بتتحرك وفي على الحواجز الناس موجوده وفي مراكز المدن وفي الخيام وفي كل مكان. الحراك الشعبي منيح وبتطور كمان. بس هذا لا يعني انه بس بدنا نظل حراك شعبي. لازم يكون في ضغط على دولة الاحتلال هاي المجرمة. طيب كيف بتشوفي آلية الضغط؟ يعني شو اللي مطلوب من المستوى الرسمي يعمله في هذه اللحظة تحديدا، وخاصة مع زيارة مطلوب الكشف عن هؤلاء الأسرى. بنعرفش ولا أي معلومات عن صحتهم ولا عنهم. مطلوب التعامل معهم بما يؤمن القانون لأي مضرب. مطلوب إنه المحامين يقدروا يزوروهم. مطلوب إنه العلاج يتقدم لهم. ما بيجوز 36 يوم هذول ما حد بيقدر يحتمل انه يظل الوضع معهم عادي وتسير الحياة الرسمية وكأنها حياة عادية. طيب، بخصوص صحة الأسير القائد مروان، هل هناك معلومات حول؟ لا يوجد عندنا أي معلومة. في اليوم 25 الصليب قدر يشوفه، في اليوم 28 المحامي قدر يشوفه. من اليوم 28 لليوم احنا ما بنعرفش عنه ولا إشي. مش مسموح لنا نعرف عنه ولا إشي. طيب، حول موضوع الأخبار اللي بتدور حول موضوع المفاوضات، هل هناك إشي جديد؟ لا معلومات عن هذا الموضوع. ما في إشي. يعني ما في إشي. وهذه مماطلة هذا الحديث بهذا الاتجاه هو بيزيد في أيام الإضراب، وإحنا كل هدفنا إن نقصر أيام الإضراب.